والله الاسم اللي بتقولي عليه حضرتك فعلا حجز تذكرة طيران من هنا، بس المعلومات اللي عندي بتقول انه لسه ما استخدمهاش. يعني ايه؟ ما سافرش؟ ما اقدرش اعرف. ها، لقيتي حاجة؟ لقيت مصايب. يوسف كان مخطط انه يبعد على طول. انت بتقولي ايه؟ يوسف نقل ملكية كل حاجة باسمي. كل حاجة يا عمي. الفيلا، العربية، كل حاجة. وده معناه ايه؟ معناه انه قرر يبعد خالص. يبعد عني وعنك وعن ابنه. وافتكر انه بيدينا المقابل شوية فلوس. لا 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 يا هند، يوسف مش ممكن يعمل كده. طب وايه السبب؟ مش عارف. يا بنت ان شاء الله خير. الغايب حجته معاه. ليه يوسف بيعمل فيا كده؟ هو انا استحق منه كده؟ لا يا بنتي، انت تستاهلي كل خير. ادعي ربنا يطمنا عليه. احنا ما خليناش حد يعرفه لو سألناه عليه. نسأل تاني. بابا، في واحد بس ما سألناهوش. مين؟ سواق التاكسي اللي جه خد يوسف من هنا. طب اتفضلوا. يا فتح عليم رزاق كريم على الصبح اللي بيحصل فينا. وادي مرسي، روح هات انتقل على كل السواقين اللي في الموقف وبسرعه يا. حاضر يا ريس. بسرعه يا. حاضر. بص يا استهانم، كل السواقين اللي في الموقف موجودين الا 3 طلعوا دورهم مصر. على الله بقى اللي بتدور عليه ده ما يطلعش منهم. جنايه دي ولا يا اسطى عبده؟ اخرس يا. ها، حد فيهم؟ مش قادرة افتكر. لو النبي يا مدام افتكر كويس، مش ناقصه بهدله من الحكومه. لا مؤاخذه. لا مؤاخذه يا مدام. يا مدام. لا مؤاخذه يا مدام. اجيب الشنطه. لا مؤاخذه. لا مؤاخذه يا مدام. لا مؤاخذه يا مدام، اجيب الشنطه من جوه. انت سواق عربية بيجو؟ مكتريتنا عنده بوجو. لا مؤاخذه. ممكن اشوف عربيتك؟ تحت امرك يا هانم، احنا كل شغلنا في السليم. عايزك تسمع كلام الهانم وتفتكر كويس. الكلام ده حصل من امتى؟ من حوالي شهر. الفيلا بتاعته على البحر وليها جنينه. ايوه. هو بيشتغل مهندس. ايوه. دقنه خفيفه شويه. ايوه. ايوه افتكرته يا مدام. ده ما راحش المطار. ياك مش تقول كده من الصبح يا. ما انا افتكر هو يا ريس. ايوه انا وديته مصر القديمه، المانيال، حاجه كده. يا تفتكر يا. يا ريس تفتكر يا. لو سمحت، لو سمحت كفايه كده. ركز والنبي وحياة ابوك، انا عايزه اعرف كل حاجه حصلت بالظبط. لف الصينيه دي. لا مؤاخذه. خش يمين يا مدام. اقفي هنا. هو ده البيت اللي انا وصلته عنده الاول. ارجوك يا ابني، اكيد انت مقدر احنا بنتألم ازاي. مش انتوا لوحدكم اللي بتتألموا يا عمي، يوسف كمان مش قادر يواجه ألم وانتم حواليه. يوسف سايب لكم أمانة عندي.
انا من الاول كنت رافض فكره اني اخبي عليكم، لان ده ضد مصلحته. انتوا اقرب الناس ليه، انتوا ممكن تساعدوه. قاعد بتعاكس مين على الشات يا دكتور؟ ازيك يا شمس؟ ازيك يا يوسف؟ كويس انكم جيتوا. بصوا دي يا سيدي نتيجة التحاليل بتاعتكم. ده التحليل الأخراني بالمقارنة بالتحليل الأولاني. أول ما وصلتوا الكيرف عمال يعلى ويتحسن، يعني خلاص قربنا. الحمد لله. أيوه طبعا الحمد لله. وأنتوا خلاص قربتوا ترجعوا لحياتكم الطبيعية. أنت يا شمس أكيد وحشك المسرح والجمهور وتسقيفه. وأنت يا يوسف أكيد ابنك ومراتك وحشوك. النتائج دي يعني كانت العلاج فيها بين المستشفى والبيت، اما المرحله الجايه فهيكون كلها بره المستشفى. عشان كده عامل لكم انتوا الاثنين مفاجاه جميله جدا. برضه مش عايز تقول لنا هنروح فين؟ هتعرفوا حالا. مساء الخير. اسوان؟ عرفتوا بقى؟ الدكتور علي عبد الحميد عامل منتجع صحي هناك على احلى حته في النيل. هتروحوا هناك تتعالجوا وتتفسحوا. مين دكتور علي عبد الحميد ده؟ ده يا سيدي يبقى ابويا انا. من فضلك مكتب الدكتور هشام. هو مش موجود، مسافر. طيب انا كنت عايزه اسالك على مريض بيتعالج عنده اسمه يوسف القاضي. المهندس يوسف؟ يا روحي عليه، ده اجمل عيان انا شفته في حياتي. ربنا يكمله شفاه هو والانسه شمس ويهنيهم ببعض. شمس مين؟ هو حضرتك مين؟ انا مراته. المهندس يوسف في اسوان وهيرجع يوم السبت.